مش كل اللي اتعلم فهم، ومش كل اللي اشتغل ارتاح، ومش كل اللي معاه فلوس غني. من زمان واحنا بنتعلم ازاي نشتغل علشان نعيش، بس قليل جدا اللي بيتعلم ازاي يخلي الفلوس تشتغل له. كتاب الأب الغني والأب الفقير مش مجرد قصة عن المال، ده دروس في طريقة التفكير. الكاتب روبرت كيوساكي كان عنده أبوين، أب حقيقي متعلم مثقف مدير مدرسة لكنه فقير، وأب تاني أب صاحبه قليل التعليم لكن غني وبيفهم اللعبة. الاتنين كانوا بيدوا نصايح، بس ما كانوش مجرد رأيين، كانوا طريقتين للحياة. واحد علمه يشتغل للفلوس، والتاني علمه يكون حر منها. الدرس الأول: لا تعمل من أجل المال فقط. الأب الفقير كان دايما يقول ادرس كويس علشان تشتغل شغلانة محترمة. الأب الغني كان بيقول اتعلم ازاي تفكر وخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك. المشكلة مش انك تشتغل، المشكلة انك تفضل عبد للراتب باقي عمرك. الدرس التاني: افهم الفرق بين الأصول والخصوم. الفقير بيشتري بيت عربية وكماليات ويفتكر انه كده بيبني ثروة، لكن الغني بيشتري أصل، حاجة بتدخله فلوس حتى وهو نايم. القعدة بسيطة، الأصل هو مزود فلوسك، الخصم قاد يسحب من فلوسك، وعلشان تبني غناك ابني أصولك مش مصاريفك. الدرس الثالث: الوظيفة بداية، مش نهاية الشغل، مش عيب، بس لو وقفت عنده هتعيش في نفس الدايرة: شغل، راتب، فواتير، قروض، انتظار المرتب. الغني بيستخدم شغله كأداة مؤقتة، وبعدها يبني حاجة تكمل من غيره. الدرس الرابع: الخوف والطمع هما اللعبة الحقيقية. الناس بتشتغل لأنها خايفة، والخوف بيخليهم ما يفكروش بس يتحركوا. كل ما الراتب يزيد الخوف من خسارته بيزيد، وكل ما الطمع يكبر القرارات الغلط بتزيد. لو ما فهمتش مشاعرك مش هتفهم فلوسك. الدرس الخامس: التعليم المالي يساوي حريتك. المدارس ما بتعلمناش نكون أغنياء، بتعلمنا نكون موظفين ناجحين. عند ناس أغنى، الغني بيقرأ كتب، بيتعلم من السوق، يغلط ويتعلم. الفقير بيخاف من الغلط ويفضل واقف مكانه. الدرس السادس: لا تكن ضحية أنا فقير علشان الحكومة ظلماني، أنا حظي وحش، أنا مش زي غيري. دي مش أفكار، دي أعذار. الغني ما بيستناش اللي يحصل، بيشتغل على نفسه ويدور على الفرصة جوه الفوضى. الخاتمة: الأب الغني مش شخص، ده طريقة تفكير. كل يوم بتسمع صوتين جواك: صوت بيقولك خليك في الأمان، وصوت تاني بيهمسك كفاية خوف، ابدأ اتعلم. مش مهم عندك كام سنة ولا فات كام فرصة، المهم تبدأ تفكر بشكل مختلف وتتحرك. لو حسيت إن الكلام ده لامس حاجة فيك، ما تكتفيش بالمشاهدة، خد خطوة حتى لو صغيرة. ولو الفيديو ده علمك فكرة واحدة، شاركه مع شخص محتاج يسمعها.